اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا، أن يجعلنا من أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله مع بعض نستأنف بفضل الله وقوته باب يعني مهم جدا جدا للغاية، باب المد والقص من طريق الشاطبية والدرة وتحريرات يعني شيخ مشايخنا الشيخ الخليجي. طبعا الباب ده هنقرأ الأبيات مع بعض ونركز فيه لأنه مهم جدا جدا. يقول الناظم رحمه الله في باب الشاطبية: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة. أنا عاوزك تقول معايا، بس ردد معايا تاني. إذا ألف يعني بيتكلم عن الألف المد، أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة. يلا تاني مع بعض. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة. يبقى ده الباب المهم جدا، هو باب المد والقص. طبعا لا يستغني عنه قارئ من القراء العشر. تاني: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا. تاني: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. تاني: كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. تنعم الشيخ الأبيات ديت عشان أنا الأبيات صعبة، هي مش صعبة بس إحنا عاوزين نستعين بالله. ركز معايا تاني. نقول من أول الباب، باب المد والقص. قول عمر معايا: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. جميل. يبقى ده الكلام الجميل. الثلاث أبيات هنقف عندها من باب الشاطبية، وناخد الباب اللي هو برضو بالمد والقص، باب المد والقص من طريق الدرة لابن الجزري، عشان كده يبقى القراءات العشر. قال هنا: ومده موسط ومن فصل قصرا. تاني: ومده موسط ومن فصل قصرا، ألا حز وبعد الهمز واللين أصلة. بيت واحد جمعني فيه يعني ما يخالف الشاطبية للقراء الباقين الثلاث. تعالوا كده مع بعض نستعين بالله. عاوزين نفهمه الناظم عاوز يقول لي هنا ايه. بيقول اول حاجة الناظم: ايه هو المد؟ اولا المد لغة الزيادة، كما قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه اللي هو الوافي، وحقيقة من الكتب الممتازة يعني، وهو وافي حقا، يدرس في معهد القراءات يعني على مستوى العالم في المعاهد الأزهرية. فيقول هنا: المد لغة معناه الزيادة، واحد بيمد يعني ايه زيادة في اللغة. واصطلاحا قالوا له اطلاقان، يعني ايه؟ اول حاجة اطالة الصوت بحروف او بحرف من حروف المد واللين الثلاثة. يبقى تاني الاول يقول اطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاث، او بحرف من حرفي اللين إذا لقي حرف المد أو حرف اللين همزا أو ساكنا.
طب جميل قوي. حروف المد ايه اهم حاجه نعرفهم؟ الحروف الثلاثه اللي احنا عارفينها جيدا، اللي خدناها في روايه حفص عن عاصم، اللي هي الواو والالف والياء. الحروف اللي احنا عارفينها متعارف عليها، اللي كنا زمان نقول حروف العله واحنا في المدارس واي، ولكن نقول واي ولا نقول ايه واي. يبقى حروف المد الثلاثه هي الالف، ولا تكون الا ساكنه، يعني ما ينفعش الف يبقى عليها فتحه ضمه كسر، مستحيل. ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا، الحرف اللي قبلها تلاقي عليه فتحه، ده اسمه حرف مد. والواو الساكنه المضموم ما قبلها، يعني تلاقي مثلا نو حي ها، نو هتلاقي الواو ساكنه عليهاش تشكيل، وهنا النون عليها ايه ضمه. حي ها وتلاقي الياء ساكنه وقبلها كسر. ها الالف برضه ساكنه وقبلها فتح. يبقى دي حروف المد ايه الثلاثه، يعني المتعارف عليها. فان نقول فالواو، يعني برضه عندي حروف لين اللي احنا بنقول عليها حرف الواو والياء، واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيح. اما اتكلم على ايه حروف اللين، هم حرفين واو وياء، زي كلمة بيت وزي كلمة يوم. هتلاقي اليوم واو ساكنة وقبلها مفتوح، وبيت ياء ساكنة وقبلها ايه مفتوح. دول حروف الايه اللين. طيب ده الشغل كله هيبقى على الحروف ديت. عاوزين نركز كويس عشان نفهم الباب الجميل دوت، لان هو العمدة عندي في القرآن بأكمله. طب صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اولا نقول كلمة مثلا حرفي اللين زي الواو الساكن اللي احنا قلنا المفتوح ما قبلها، والياء اللي احنا قلنا مفتوح ما قبلها. ولا يتحقق هذا المد الا اذا وجد حرف من حروف المد واللين الثلاث، واما ان يوجد قبله. فان وجد بعده واجتمع معه في كلمة واحدة سمي المد حينئذ مدا متصلا. يعني عاوز يقول لي ايه؟ احنا شفنا الحروف الثلاثه دي اللي الواو والالف والياء، لو جه بعديها او حروف اللين همزه في كلمه واحده يبقى ده اسمه مد متصل. زي كلمه ايه؟ جاء او شاء او السماء او يضيء او قروء. اهي قروء عندي واو وبعدها همزه. يبقى اذا احنا قلنا ان المد المتصل دوت احنا عرفناه ان ياتي حرف المد وبعديه في نفس الكلمه مباشره همزه، ده اسمه مد ايه واجب متصل. هنشوف القراء العشره ليهم ايه. احنا عارفين لحفص من الطيبه له اوجه، وهنا من الشاطبيه له اوجه. هنتعرف على هذا يعني القراء العشر. فإن وجد بعده واجتمع معه في كلمة واحدة قروء أو يضيء أو جاء، قلنا مد واجب إيه يا عمر؟ متصل. وإن وجد بعده حرف من حروف المد، يعني في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة الثانية أو التالية، سمي حينئذ منفصلا. زي إيه طيب؟ ها يا أحمد، يا أيها، ده حرف نداء، يا يبقى آخرها حرف مد، وأول الكلمة الثانية إيه؟ همزة، ده اسمه مد إيه؟ جائز منفصل. أو زي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يبقى ها آخر الكلمة الأولى حرف مد، وأول الكلمة الثانية يعني مد حرف إيه؟ همزة، فده اسمه مد جائز منفصل. وأن وجد الهمز قبل حرف يعني من حروف المد سمي المد مد بدل، زي كلمة مثلا إيمان أو آمنوا. جات الهمزة الأول وبعدها جه إيه؟ حرف المد، أي حرف من الثلاثة. زي إيه يا أحمد كمان؟ زي إيه وربي. زي إيه كمان؟ موجود أوتو، الهمزة هيت. أو إيمان، كل ده اسمه مد بدل، أن يأتي حرف الهمزة وبعديه في نفس الكلمة مباشرة حرف من حروف المد الثلاثة اللي احنا قلناه. وإن وجد الهمز بعد حرف ما يعني من حرفي اللين سمي المد حينئذ مد لين. زي كلمة إيه؟ شيء شيء الياء جاءت وقبلها إيه؟ قبليها مفتوح، والياء إيه؟ ساكنة. شيء وجات الياء بعدها إيه؟
همزة، فده بيسموه مد ايه؟ اللين، لان هنا ورش ليه 4 و6 حركات قولا واحدا، وما نقف ونوصل، خلي بالنا من كده، غير البدل، تثليث البدل. وإن وجد بعد حرف المد الساكن فإما أن يكون ثابتا وصلا ووقفا، وإما أن يكون ثابتا وقفا فقط. طيب فإن كانت ثابتا في الحالين سمي المد مدا لازما، زي كلمة الضالين اللي يأتي حرف من حروف المد ال3، والكلمة يعني اللي احنا شايفينها ديت بعد المد في نفس الكلمة بيجي حرف عليه شدة، زي ايه؟ صاخ، طام، وهكذا. او كلمة قل أتحاجوني، كل ده اسمه مد لازم، كلمة ايه؟ مثقل. القراء ال10 قولا واحدا لهم 6 حركات لكل القراء. وإن كانت ثابتا في حال الوقف فقد سمي مدا عارضا للسكون، زي مآب، وقفنا على كلمة مآب قبلها ألف، يبقى ده اسمه مد ايه؟ عارض للسكون. أو كلمة يؤمنون، أهو وقفنا على الحرف الأخير سكناه وقبلها حرف مد، ده اسمه مد عارض للسكون. أو كلمة نستعين، كل ده مسميات لهذا المد. الإطلاق الثاني للمد، قال لك ليه إطلاقان؟ اللي قلنا الأول أهو، والثاني إثبات حرف مد في الكلمة من غير إطالة الصوت به، كقول الناظم في سورة الأنعام إيه؟ ودارست حق مده، يعني عاوز يقول لي وفي حاذرون المد، فالمراد إثبات حرف المد وهو الألف بعد الدال في الأول وبعد الحاء في الثاني من غير إطالة الصوت به، يعني بيقصر ما فيش مد هنا. أما القصر هنا فهو في اللغة معناه إيه؟ إيه معنى القصر هنا؟ ترك الزيادة. هنا الحبس، القصر يعني الحبس، وفي الاصطلاح له معنيان أيضا. الأول ترك إطالة الصوت وإثبات حرف المد واللين أو حرف اللين من غير زيادة عليهما، كقوله قال هنا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، وقوله وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. الإطلاق الثاني حذف حرف المد من الكلمة، كقوله وفي عاقدت قصر ثوى، وهو قول الناظم وقل لابثين القصر فاش. طبعا فإن المراد حذف حرف المد وهو الألف بعد العين في الأول واللام في الثاني. وقد بين الناظم رحمه الله كما قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الوافي البيت الأول أنه إذا لقيت الألف ركز كويس وتقدم أنها لا تكون إلا حرف مد ولين، لأنها لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، أو الياء الساكنة الواقعة بعد كسرة، أو الواو الساكنة الواقعة بعد ضمة. إذا لقي حرف مد من هذه الحروف أو الأحرف الثلاثة همزا طول حرف المد، أي زيد في مده على ما فيه من المد الأصلي لجميع القراء. وعلم من هذا الإطلاق ومراده بهذا البيت المد المتصل، لأنه ذكر حكم المد المتصل والمنفصل يعني في البيت الآتي، لأنه ذكر حكم المد المنفصل في البيت الآتي، وهو قوله فإن ينفصل. وقد اتفق القراء على مد المتصل زيادة على ما فيه من المد الأصلي، ولكنهم متفاوتون في هذه الزيادة، يعني القراء متفاوتون في المد المنفصل والمتصل، ده بيمد كام وده بيمد كام، ده اللي احنا هنقول. وإن كانت عبارة الناظم مطلقة تحتمل التسوية كما تحتمل التفاوت، وقد نقل عنه تلميذه العلامة السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي فين؟ في الشاطبية،
حرز الأمان أنه كان يقرئ في هذا النوع بمرتبتين، يعني في المنفصل والمتصل لإيه؟ مرتبتين، طولة لورش وحمزة. يعني إيه؟ حمزة وورش يقرأان بالإيه؟ 6 حركات قولا واحدا في المتصل والمنفصل. وتقدر ب3 ألفات أي ب6 حركات، ووسطى وتقدر ب2 أي ب4 حركات، وهي لباقي القراء. وقول الناظم أو ياؤها الضمير يعود على الألف لأنها شريكتها في أن كل حرف مد. وقيد الناظم، ركز معاه شوية، الياء بكسر ما قبله، والواو بضم ما قبله، ولم يقيدهما بالسكون اعتمادا على أن السكون يفهم من أمثلة التي ذكرها بعد. وهنلخص الكلام ده في الآخر. وقول الناظم فإن ينفصل معناه إيه؟ يعني المد المنفصل. الأخ معناه إن ينفصل حرف المد واللين عن الهمز بأن يكون حرف المد واللين في آخر كلمة والهمز في أول كلمة تالية لها، فقصر حرف المد بمقدار حركتين، أي الاقتصار على ما في حرف المد من المد الطبيعي الذي فيه، كما إذا لم يصادف همزا ثابت عن المرموز لهما بالباء والطاء. وهما قالون والدوري عن أبي عمرو بخلاف عنهما، وثابت أيضا عن المرموز لهما بالياء والدال، وهما السوسي وابن كثير بلا خلاف عنهما، فيكون السوسي وابن كثير. ركز بقى معايا في الكلام ده، مهم جدا. بيقول دولار كلام مهم جدا الناس اللي عاوزة تفهم القرآن والقراءات. فيكون للسوسي، بص بقى بيقرأوا هنا ايه؟ السوسي وابن كثير في المنفصل القصر قولا واحدا. يبقى مين اللي بيقصر هنا في المنفصل قولا واحدا؟ السوسي وابن كثير. وبنضيف من الضرة المتممة للعش اللي هو مين؟ أبو جعفر ويعقوب، كل منهما براويه، يعني يعقوب رويس وروح، وعندي أبو جعفر ابن وردان وابن جماز. فيكون للسوسي وابن كثير في المنفصل القصر قولا واحدا. ويكون لقالون هنا بقى والدوري عن أبي عمرو، وليس الدوري عن إيه؟ عن الكسائي، لأن الدوري مرة جه راوي هنا لأبو عمرو ومرة جه لمين؟ للكسائي. فيه وجهان، القص والتوسط بمقدار 4 حركات. ويكون لباقي القراء غير ورش وحمزة التوسط بمقدار 4 حركات. ويكون لورش وحمزة فيه المد بمقدار 6 حركات كالمتصل. وحاصل الكلام في المد المنفصل بقى، عاوزين نركز كل الكلام اللي انا عمال اقوله ده، كلمتين ركز معايا فيهم. السوسي ده راوي، وابن كثير ده قارئ، فيه القصر قولا واحدا. يبقى اجي اقرا هنا روايه السوسي عن ابي عمرو او ابن كثير القارئ كله، او البز عن ابن كثير او قنبل عن ابن كثير، قصر قولا واحدا في المنفصل. سهل كده. طب هقرا لقالون هنا بقى عن نافع، يبقى القالون والدوري ليه في المنفصل حركتين وليه 4، القصر والتوسط. سهل كده. تمام. يبقى اذا باقي القراء غير ورش وحمزة التوسط قولا واحدا، يعني حمزة ورش 6 حركات. طبعا هنا من الضرة بقى هيروح معاهم مين في المنفصل؟ ركز معايا، قلنا يعقوب، قلنا ابو جعفر ويعقوب قصر قولا واحدا، وخلف العاشر براويه يعني ادريس واسحاق لهم التوسط قولا واحدا. ده في المنفصل. طب تعال نشوف المتصل هنا. وحاصل الكلام في المد المنفصل المتصل بقى احنا اتكلمنا عن المنفصل. المنفصل زي ايه؟ قلنا كما مثلا قالوا آمنا، ده اسمه منفصل.
المتصل زي السماء أو جيء أو شاء، كل ده اسمه متصل. في حاجتين بس. ورش وحمزة قولا واحدا له إيه؟ الإشباع، يعني 6 حركات. وباقي القراء ليهم إيه يا أحمد؟ ليهم التوسط. ثم ذكر الناظم أمثلة للمتصل وأخرى للمنفصل، فمثل للمتصل بقوله كجيء في قوله تعالى وجيء بالنبي. يعني أنا هقرأ مثلا، عاوزين هنا وجيء. جيء هنا فيها إيه؟ متصل. طب هنا بقى لو احنا قلنا ورش هيمد كام؟ ورش 6. حمزة يمد كام؟ 4. ورش وحمزة 6 حركات. وجيء بالنبيين، ده ورش. واضح كده؟ وجيء بالنبيين، ده مين؟ حمزة. طيب عاوزين قالون. هنمد 4 برضو، مش هنمد 6. وجيء بالنبيين، لأن هنا النبيين هنا فيها المين نافع كله، النبيين. طيب هنقرأ مثلا على سبيل المثال ابن كثير وجيء بالنبيين. هنقرأ القراءة بتاعتنا عاصم برويه شعبة وحفص وجيء بالنبيين. واضح كده؟ قراءات جميلة سهلة، احنا نركز شوية. كلمة سيء بهم فيها برضو مد ايه؟ مد ايه؟ متصل. نفس الكلام للقراء. عن سوء مد متصل، او تعفو عن سوء ده متصل. للمنفصل عطى مثال برضو في امها. طبعا المنفصل قلنا ايه؟ السوسي وابن كثير وابو جعفر ويعقوب بيقرأ بالقص قولا واحدا. وعندنا قالون والدوري عن أبي عمرو بيقرأ القص والتوسط. وعندنا حمزة وعندي ورش يقرؤون في المنفصل بالتوسط، وباقي القراء يقرؤون بالتوسط. زي كلمة أولي أجنحة وأمره إلى الله. نبه الناظم بهذا المثال على أن واو الصلة التي لم ترسم في المصاحف حكمها حكم غيرها من الواوات التي رسمت في المصاحف، نحو يعني قولوا آمنا، قوا أنفسكم، وأمره إلى الله في الحكم. ومنهم أميون، عليكم أنفسكم، عندما يصل الميمة، لأن في بعضهم بيصل يقول إيه؟ ومنهم أميون. طبعا هنا ورش قولا واحدا بيجيب 6، وعندي قانون بقص وتوسط. ومنهم أميون ومنهم أميون. أما ورش ومنهم أميون. عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. عندما يصل كما به أن يوصل ونحوها مما لم ترسم فيه، يعني الياء في المصاحف حكمها حكم في أمها من المد مما رسمت فيه الياء في المصاحف، ففي كل منها مد منفصل. وأنت ترى من الأمثلة التي ذكرها الناظم أنه أتى بأنواع المد المتصل 3، أعني الذي حرف المد فيه ياء أو واو وألف. وأتى للمتصل وللمد المنفصل بنوعين من الأمثلة. النوع الأول ما حرف المد فيه ياء، والثاني ما حرف المد فيه واو. ولم يساعد الناظم على الإتيان بما حرف المد فيه ألف، ومثاله لا إله إلا الله، لا أعبد ما تعبدون. والضمير في قوله اتصاله، وفي قوله مفصوله لحرف المد. ويعني الكلام في هذا يعني ما شاء الله استفاد الناظم رحمه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يثبتنا على القرآن، ويعلمنا القرآن، وأن يفهمنا القرآن،
وأن يجعل هذا لوجهه خالصا، وأن يرزقنا أولادنا ونساءنا وذرياتنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأغنينا بفضله عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وارزقنا حسن الخاتمة. ونسأل الله يتقبل منا ومنكم ويغفر لوالدينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.